السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غدا إن شاء الله المنتخب المغربي ضد منتخب الإمارات في نصف النهائي كأس العرب. المنتخب المغربي غادي يسترجع اللاعب ديالو حمد الله، وغادي يسترجع أيضا تيسو دالي اللي بدا كيتعافى، يعني حسب المدرب طارق السكيتيوي في الندوة الصحفية. غدا إن شاء الله يقدر يلعب طارق تيسو دالي بعد مرور 4 المباريات. بدا كيبان لينا الانسجام يعني حاصل في العناصر الوطنية. إلا لعبوا بنفس الانسجام والقتالية والجرينتا اللي كان عندهم في ربع النهائي، أكيد أنهم غادي ينتصروا على منتخب الإمارات، بالرغم من أن الفريق الإماراتي كيتوفر هو الآخر على عناصر مجربة. لاعبين برازيليين تبارك الله، يعني في المرتدات الهجومية تيكونوا خطيرين بزاف وكيشكلوا خطورة على المنافس. ولكن ديك الروح ديالهم وديك العزيمة اللي كتكون عندهم، المنتخب المغربي قادر يوقفها كما شاهدنا في الماتش ديال السعودية كانت عندها واحد عزيمة كبيرة ولاعبين مجربين أكثر ورقيقية، ورغم ذلك ما استطاعوش أنهم يسجلوا على المنتخب المغربي، لأن المنتخب المغربي متماسك منسجم. كاين تقارب ديال الخطوط ما بين الدفاع والوسط، يعني تما كيكون صعيب على الفريق المنافس أنه يخترق. ولكن كنتمناو أنه طارق السكيتيوي يدخل اللاعب شويعر أساسي منذ البداية، زائد يلعب بنتيك بلاصة المساوي باش يقدر يكون عندنا واحد الدفاع مزيان من اليمين إلى اليسار. وفي الوسط طارق السكيتيوي غادي يحتفظ بنفس العناصر على ما أظن، حريمات الكرتي وقدامهم زحزوح، وفي الهجوم طنان والبركاوي، وكرأس حربة في الغالب غادي يكون حمد الله أو وليد أزارو. إلا كان طارق تيسودالي متعافى يعني اون فورم، يقدر يسبقه هو اللي يدخل طارق تيسودالي في رأس الحربة. في الدفاع أكيد بولكسوت، البوفتيني وسعدان. والمرة الثانية كنتمنى أنه يدخل بنتيك بلاصة المساوي، ويدخل لنا شويعر كظهير أيسر، ويدي طنان على اليمين، ويدير البركاوي في لابوينت كمهاجم صريح. ما كانش البركاوي يدير حمد الله، ما كانش حمد الله يدير تيسودالي، ما كانش تيسودالي يدير أزارو. المهم يكون طنان على اليمين وشويعر على اليسر. تحياتي وإلى اللقاء وديما مغرب.